لفت نظري فكره في كتاب كنت بقراه اسمه ذكر شرقي منقرض للدكتور محمد طه. بيقول لك ان اوقات كتير احنا بنحكم على سلوك الراجل وننسى نسال ايه اللي ورا السلوك ده. على فكره في راجل بيبالغ في القوه مش لانه قوي، لكن لانه خايف، خايف يتقال عليه ضعيف. وفي راجل بيسكت مش لانه ما عندوش كلام، لكن لانه متاكد ان اي شكوى هتتقابل بكلمه استرجل كده. وفي راجل بيمثل انه مش محتاج حد، مش لانه مكتفي، لكن لانه اتربى ان الاحتياج عيب. يمكن السلوك اللي احنا شايفينه مش هو المشكله، يمكن هو زي قضبان السجن بناها الخوف من الانتقاد. لما المجتمع يبقى عنده معايير مختلفه للحكم على الناس، بيبدا كل واحد يلبس شخصيه تانية مناسبه للموقف بدل ما يعيش شخصيته. يمكن السؤال الحقيقي مش ليه الراجل بيتصرف كده، السؤال هو بيتصرف كده لانه اختار ولا لانه خاف من ثمن الاختيار. سلام.